السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أحييكم من تلفزيون دولة إريتريا. أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار نستهلها كالمعتاد بأهم العناوين. تصريح إعلامي بعنوان إثيوبيا تبحث عن ذرائع لشن الحرب وتتظاهر بالعدالة. عمليات العيون ل700 مواطن في مستشفى برهان عيني. موظفو المؤسسات الحكومية بالإقليم الأوسط يتبرعون بالدم. في الأنباء العالمية، البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية. دول حلف الناتو تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي. وزير الدفاع الإيراني والروسي يحضران اجتماعا لمنظمة شنغهاي في الصين. إلى تفاصيل النشر، أهلا بكم. في الأيام القليلة الماضية كثف النظام الإثيوبي حملاته الدبلوماسية، بما في ذلك إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وعدد من رؤساء الدول والحكومات لاتهام إريتريا بالاستفزازات المتكررة والانتهاكات للسيادة الإثيوبية وسلامة أراضيها. إن هذه الخدعة الشفافة التي تهدف إلى خداع المجتمع الدولي وبالتالي حشد الدعم لأجندتها الحربية التي تختمر منذ فترة طويلة تشبه المثل المحلي: المقلاع يطلق صرخة حادة أثناء ضرب فريسته. والحقيقة هي أن حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا دأب على مدار العامين الماضيين على إطلاق تصريحات غير مبررة، بالإضافة إلى تهديدات عسكرية استفزازية سعيا منه على حد تعبيره للاستيلاء على موانئ إريتريا بشكل قانوني إن أمكن وعسكري إن لزم الأمر. وقد تجاوز النظام مجرد التصريحات الكلامية لينخرط في موجة شراء أسلحة، بالإضافة إلى أعمال تخريب لا حصر لها. وبالرغم من أن هذه الأعمال الاستفزازية تشكل تهديدات خطيرة لسيادة إريتريا وسلامة أراضيها وكذلك استقرارها الإقليمي، إلا أن إريتريا فضلت التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، وذلك في البيان العام الذي أصدرته حكومة إريتريا في 16 من أكتوبر لعام 2023، عندما أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي عن أجندته الحربية، وأعربت إريتريا عن استيائها من هذا التطور المروع للأحداث، وأكدت أنها لن تنجرف كما كانت دائما إلى مثل هذه المنابر، وحثت جميع المهتمين بالأمر على عدم الرضوخ لهذا الاستفزاز الممنهج. كما يحرف النظام الإثيوبي اليوم هذه الحقائق الثابتة وتسلسل الأحداث لاتهام إريتريا أيضا بالتعدي على سيادتها وسلامة أراضيها، المعروف بأنه كذبة سخيفة. كما يذكر استمرار الأنظمة الإثيوبية المتعاقبة في احتلال العديد من الأراضي الإريترية ذات السيادة لما يقرب من عقدين من الزمن، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية. وقد تأخر تصحيح احتلال إثيوبيا غير القانوني للأراضي الإريترية ذات السيادة، وكان هذا هو السبب الرئيسي وراء توقيع إعلان السلام والصداقة المشترك بين إريتريا وإثيوبيا في أسمرة في 9 من يوليو من عام 2018. ولا تزال إريتريا ملتزمة التزاما صارما بقرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية الذي قبلته إثيوبيا بعد عقدين من التأخير غير المبرر. وفي الختام، فإن التوتر غير الضروري ينبع من الطموحات غير القانونية للنظام الإثيوبي، ويستند إلى الاستحواذ على الأراضي السيادية والبحرية لجارتها. وزارة الإعلام أسمر 26 من يونيو لعام 2025. يتم إجراء عمليات جراحية مجانية في مستشفى العيون الوطني المرجعي من 23 وحتى 28 من يونيو الجاري. وأفاد مسؤول مراقبة الخدمات الصحية في المستشفى المرجعي الوطني الممرض قبرز جابيهير هايلي أنه تم إجراء أكثر من 500 عملية جراحية حتى الآن، وأنه سيتم إجراء 200 عملية أخرى في الأيام المقبلة. وأوضح أن هذه العملية الجراحية تجري وفق خطة لإجراء العمليات الجراحية لإجمالي حوالي 5000 مريض سنويا في الأقاليم الستة.
وقال إن جراحة إعتام عدسة العين التي كانت تجرى سابقا في أسمرة وبعض الأقاليم بمساعدة أطباء أجانب تجرى الآن في المستشفيات الإقليمية بأطباء إريتريين، خاصة مستشفيات أفعبت وجندع ومصوع بشمال البحر الأحمر وفي عصب بجنوب البحر الأحمر. وأضاف أنه من المقرر إجراء عمليات جراحية مماثلة في مدن جلوج وبارونتو وتسني بالجاش بركة في شهر يوليو المقبل وفي أسمرة في شهر أغسطس المقبل. وقال أحد الجراحين الدكتور إيوب بينة بدوره إن البرنامج هو استمرار لحملات مماثلة أجريت في إقليمي شمال وجنوب البحر الأحمر. ويذكر أنه تم إجراء حملة جراحة إعتام عدسة العين في مستشفى برهان المرجعي الوطني للعيون في شهر مارس الماضي. تبرع موظفو مختلف المؤسسات الحكومية في الإقليم الأوسط ب70 وحدة من الدم يومي 25 و26 من يونيو لإثراء المحتوى الاحتياطي لبنك الدم الوطني. وشارك في المبادرة منتسبي وزارة العمل والرعاية الاجتماعية وشركة حدري للنسر وهيئة الكهرباء الإريترية. وعلق المتبرعون بالدم للمرة السابعة وحتى التاسعة على أنه لا يوجد مكافأة أعظم من رؤية الأرواح تنقذ بفضل دمهم المتبرع به. وأشارت عضو بنك الدم الوطني الممرضة سارة ميكائيل إلى أن التبرع الطوعي بالدم هو المصدر الرئيسي لمحتوى بنك الدم الوطني، وحثت المجتمع على زيادة وعيهم بما يخص بالتبرع الطوعي. قدم المواطنون وعمال المؤسسات الحكومية في مختلف الأقاليم مساعدات مالية لأسر الشهداء المحتاجة في مناطقهم بمناسبة 20 من يونيو. وفي هذا الإطار تبرع أعضاء إدارات مديريات الشعب وجلعلو ونقفة بالإضافة إلى مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر والتجار بأكثر من 245 ألف نقفة. وتم توزيع أكثر من 143 ألف نقفة من الأموال المتبرع بها على أسر الشهداء في مديرية النقفة، و36 ألف نقفة في إدارة الضحية بدة، و36 ألف نقفة في إدارة الضحية بردوليه. كما تبرع عمال إدارة مديرية الشعب بمبلغ 30 ألف نقفة ل5 من أسر الشهداء. وقدم مبلغ 256,890 نقفة تبرع بها عمال الخدمة المدنية في مديرية دكمحرة، و189,310 نقفة تبرع بها المواطنون لأسر الشهداء في 18 من إدارات الضواحي. كما قدم دعم عني في إدارات ضاحيتي ماي ورقي وهدامو ووسط المدينة. في غضون ذلك تم توزيع 99 ألف نقفة على 33 أسرة شهيد في مديريات الأوسط تبرع بها موظفو مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط وأعضاء جمعية حافلات عاوت وسكان معسكر القوات الجوية. كما تبرع عمال المؤسسات الحكومية ب42,240 نقفة لأسر الشهداء. وقدم سكان بلدة طورونا مساعدات مالية ل7 من أسر الشهداء. وفي مدينة الدباروة تم توزيع 194,450 نقفة على أسر الشهداء تبرع بها موظفو المؤسسات الحكومية والاتحادات والمعلمين. أفاد مسؤول نقطة الزراعة في إدارة ضحية عد كابولو بمديرية الدباروة السيد هبتا أبسيوم بأن أنشطة حماية التربة وحفظ المياه التي يقوم بها السكان أو المزارع المثالي السيد تخليا هيلي تعتبر مثالا جيدا في المنطقة. وقال إن المزارع تخليا تم تكريمه كمشجر مثالي في عام 2019 لقيامه بأعمال بناءة متبعا النصيحة المهنية. وقام السيد تخليا منذ عام 2014 بأعمال بناء الحواجز والمدرجات لحماية التربة من الانجراف وزراعة أكثر من 10,000 من الأشجار أو أشجار البان والفواكه. وأشاد السيد تخليا بتشجيع مشتل تارا أمني ومكتب الزراعة وإدارة المديرية مناديا الحصول على الدعم لسد النواقص. تقع عد كابولو على بعد 5 كيلومترات شرق دباروة.
يتم تنفيذ حملات واسعة النطاق في مديرية عتك كليزان التابعة لإقليم عنسبة لتحقيق الاستقرار البيئي وتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال الحفاظ على المياه والتربة. وصرح منظمو البرنامج أن الأنشطة الفعالة التي تم تنفيذها في حقول المزارعين منذ يناير الماضي تشمل الحرث وبناء القنوات الحوضية والحواجز. وأضافوا أنه سيتم أيضا تنفيذ برامج تركز على معالجة الأحواض والتشجير بدءا من شهر يوليو المقبل. أشار المشاركون من جانبهم إلى فوائد أنشطتهم في الحفاظ على المياه والتربة، وأكدوا أنهم سيواصلون القيام بذلك بفعالية نظرا إلى النتائج البيئية لها. استشهد المقدم رزان تخلة تولد في 25 من يونيو عن عمر ناهز 67 عاما جراء مرض ألم به. والتحق الشهيد المقدم رزان تخلة بصفوف قوات التحرير الشعبية في يناير من عام 1975 وناضل في مركز التدريب العسكري بالليقات والوحدات القتالية وحرس الثورة أثناء النضال التحرري، ثم عمل بعد تحرر البلاد في خدمة السجون والإصلاح بمختلف مستويات المسؤولية. المناضل الشهيد رزان تخلة رب أسرة وأب ل3 أبناء، ووري جسمانه الثرى ظهر اليوم في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. تنعى خدمة السجون والإصلاح باستشهاد المقدم رزان تخلة وتعزي زويه وزملائه المقاتلين ومن عمل معه. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، ووسط الانتقادات التي وجهتها طهران على مدى الأيام السابقة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام رافائيل جروسي، وافق البرلمان الإيراني على وقف العمل مع الوكالة. فقد صدق مجلس الشورى البرلمان على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية وفق ما نقلت وكالة إيسنا. من جهته اعتبر رئيس المجلس محمد باقر أن الوكالة الذرية التي رفضت إصدار حتى إدانة محدودة للهجوم على منشآت البلاد النووية باعت مصداقيتها الدولية بأبخس الأثمان وفق تعبيره. أتى هذا التصويت بعدما ألمح مسؤولون بارزون في طهران خلال الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية تعليق التعاون مع الوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها. تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي الناتو بزيادة إنفاقهم الدفاعي السنوي إلى ما مجموعه 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035. كما تعهد أعضاء الحلف بالبيان الختامي لقمتهم في لاهاي بتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية بين ضفتي الأطلسين، وأكدوا على دعم طويل الأمد لأوكرانيا وإدراج المساعدات العسكرية لها ضمن الإنفاق الدفاعي، معتبرين روسيا تهديدا طويل الأمد لأمن أوروبا والأطلسين. ووفق الإعلان تعهد الأعضاء أيضا بإنفاق ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي على النفقات المتعلقة بالأمن، مثل حماية البنية التحتية الحيوية وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف. في النبأ الأخير، يشارك وزيرا الدفاع الإيراني والروسي في اجتماع لمنظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيشينغدوا في شرق الصين. وتسعى بكين لتعزيز دور المنظمة التي تضم 10 أعضاء: الصين، روسيا، إيران، الهند، كازاخستان، قرغيزستان، باكستان، طاجكستان، أوزبكستان وبيلاروس كثقل موازن للقرب، ودفعت لتعزيز التعاون بين دولها في السياسة والأمن والتجارة والعلم. ويأتي الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زادة بعد يومين من بدء سريان وقف لإطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية والدولة العبرية، وضع حدا لحرب استمرت 12 يوما بدأتها إسرائيل بشن ضربات على مواقع نووية وعسكرية إيرانية. واعتبر وزير الدفاع الصيني دونغ جيون أن الاجتماع حيث تقع قاعدة بحرية كبرى يأتي في وقت تسود الفوضى وعدم الاستقرار في العالم. مشاهدينا الكرام، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. تصريح إعلامي بعنوان إثيوبيا تبحث عن ذرائع لشن الحرب وتتظاهر بالعدالة.
عمليات للعيون ل 700 مواطن. موظفي المؤسسات الحكومية بالإقليم الأوسط يتبرعون بالدم. البرلمان الإيراني يوافق على تعليق التعاون مع الوكالة الذرية. دول حلف الناتو تتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي. وزير الدفاع الإيراني والروسي يحضران اجتماعا لمنظمة شنغهاي في الصين. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.